يا مساء الفل على الحلوين، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى النهاردة نعمل وصفة خطيرة، وصفة مفيش احلى من كده. كفتة الفراخ اللذيذة، حلاوة وطعم، مفيش احلى من كده. يلا نشوف الطريقة والمقادير. يلا بينا نبدأ ونشوف المكونات مع بعض. معايا بقى صدور فراخ مخلية، انا خليتها من العظم. معايا كمان فلفل احمر واخضر، 2 احمر وواحد اخضر. ومعايا بصلتين. معايا كمان بطاطساية مبشورة، بشرتها بالمبشرة. ممكن تعمليها كده وممكن تسلقيها على حسب ما تحبي. هو انا دايما كنت بعملها مسلوقة، بس المرة دي اول مرة اجربها مبشورة. فهنا بقى بدأت اقطع الفراخ قطع صغيرة، بحيث ان الكبة تقدر تفرمها. قطع صغيرة مكعبات كده زي ما انتم شايفين، مش صغيرة قوي، بس عشان الكبة تقدر تلف. وهبتدي بقى ان انا اضرب الفراخ الاول لحد ما تبتدي تنعم كده وتتفرم، وبعد كده هنزل بالمكونات التانية واحدة واحدة نفرمها مع بعض. عايزاكم تجربوا الاكلة دي بجد تحفة. في ناس كتير ما تعرفش ان احنا ممكن نعمل كفتة فراخ. المعروفة قوي كفتة اللحمة، لكن كفتة الفراخ بجد جامدة. ومحتارة بقى عندك ما بياكلوش صدور، يعني احنا عندنا في البيت ما بناكلش صدور، فبنفتكس لها اي حاجة. انا خلاص فرمت الفراخ. هبتدي بقى اقطع الخضار فوقها. هنزل بالفلفل والبصل الاول اديهم فرمه كده، وبعد كده هنزل بالبطاطس فوقيها. هنا بقى انا خلاص فرمتها كلها، خلصت كل المكونات. هبتدي بقى ان انا انزل عليها بالتوابل. هحط فلفل اسود وبابريكا مدخنه، ده اساسي عندي في كل اكلاتي. وهحط شويه قرفه، قرفه بودر. وهحط شويه 7 بهارات وشويه بهارات فراخ. وهحط طبعا ملح. وهحط شويه بيكنج باودر صغيرين خالص. وبعد كده هديها تقليبه بقى كده في الكبه، فرمه كده خفيفه، بحيث ان التوابل تتقلب في بعضها. انا هنا ما كنتش لسه حطيت البيكنج باودر، كنت نسيته. فهبتدي بقى ان انا احطه رشه صغيره خالص قد نص معلقه صغيره كده. وفرمتها خلاص. هبتدي بقى انزلها في بوله، واجيب الصينيه وادهنها زيت. يعني احط شويه زيت صغيرين كده. طبعا انتوا عارفين ان الفراخ ما فيهاش ماده دهنيه زي اللحمه، فلازم نعملها بزيت واحنا بنصبعها، ونحط زيت كمان في الصينيه من تحت عشان ما تلزقش. وبعدين بتحطيها على النار وبتوطي عليها خالص، بيحصلهاش اي حاجه. اهم حاجه توطي النار عشان ما تلزقش. ده بقى معايا بقسماط مفروم. حطيت شويه تقريبا كده قد معلقتين كبار. هقلبها بقى كويس. وبعد كده اجيب الصينيه بتاعتي وطبق فيه شويه زيت، وابل ايدي زيت واصبعها واحطها في الصينيه. بس كده، زي ما انتوا شايفين كده بتصبعيها بقى بالحجم اللي انت عايزاه. انا ببل ايدي زيت عشان ما تلزقش في ايدي. ممكن تبلي ايدك ميه زي ما تحبي. ابتدي بقى ان انا اصبعها، هعمل معاكم صباع واتنين وتلاتة. بعد كده هكمل زي ما انتوا شايفين كده. ده اللي هو الحته اللي بتبقى زي العرق كده في الصدر، فشلتها على جنب. بس انا هنا كده عملت كل الكميه. الصينيه دي مكفتش، فعملت في الصينيه الصغيره دي كمان. هنضف بقى مكاني الاول بالاسبونشا والصابون وكده، عشان لو في حاجه وقعت على الرخامه اكون عقمتها يعني. وبعد كده هسيبها في التلاجة تقريبا نص ساعه. كنت بعمل حاجه تانية، فهسيبها في التلاجة بحيث ان هي تشرب من التتبيله بتاعتها كده والتوابل. عايزه تسيبيها قبل ما تصبعيها تمام، عايزه تسيبيها بعد ما تصبعيها تمام، مش هتفرق. انا صبعتها الاول عشان تبقى جاهزه ان انا احطها على النار على طول. بعد كده بقى هولع النار واوطي عليها خالص، واغطي واسيبها بالظبط. بتاخد نص ساعه، تلت ساعه، ما بتاخدش اكتر من كده، وبتستوي على طول. طبعا بعد شويه قلبتها على الوش التاني عشان تبقى متحمره. بس كده، وابتدي بقى ان انا اغطي عليها. وبس كده، وبكده تكون وصفتنا النهارده جاهزه.
بصوا الجمال والحلاوه، بجد طعمها تحفه. تعمليها بقى جنب مكرونه، ممكن تعمليها جنب عيش وطحينه وكاتشب وسلطات، ممكن تعمليها جنب رز بشعريه، ممكن تعملي تحتيها بطاطس اصلا وتعمليها في صينيه بطاطس، مش تقولك لا في اي حاجه. وبس كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.